يقال عنها في مثل هذه الأيام كانت تأمر أن يوضع فراشها تحت الشمس. لما يا ابنة أمير المؤمنين؟ تقول رأيت ابن والدي كيف تسهر خده الشمس المحرقة، فأريد أن أواسيه حيث يأتي إلي الموت تحت الشمس. الله يجزاك. ولطالما تلتفت إلى جهة كربلاء ومن حقها أن تعاتب، تقول أخويا أنا ما كنت ظن بيك تنساني يا ماي العين، أنا ما كنت ظن بيك خويا تنساني يا ماي العين، يا ابن امك فيل انت ابو فاضل يا خويا الزين، جا ترضى انا بذل اخويا انا بذل واندبكم ولا المعين وسف بي العدو تشمت. شي يقول العدو تشمت اي ويقول لي اخوك ويقول لي ابو فاضل وين خويا مامولة جيت وياك هسه ذولي باني البيت حقي لو انا ندهكم يا عباس ويا خويا حسين اين عنك الحسين لكي يمنعك ان تموتي تحت الشمس سيدتي. خوش صار دين. هذه الرواية تنقل انه ذات يوم جاء امير المؤمنين الى الدار سلام الله عليه فوجد الزهراء روحي لاسمها الفداء واقفة وبيدها إزار. ماذا تصنعين يا ابنة رسول الله؟ قالت هذه ابنتك زينب نامت تحت الظل لكن دارت الشمس عليها، خشيت أن أحملها فتستيقظ وأنغص عليها نومها. أقول سيدتي 40 يوم ما نامت بأنا عند سبيها، ماذا تقولين عنها وعن حالها يا ابنة رسول الله؟ قال أنا أبوها يا أم الحسنين أعطيني الإزار. ظل برها وإذا بالحسن يدخل. أبا علي أنا أخوها الأكبر دعني أصد الشمس عن أختي الحوراء. دخل الحسين من بعده وإذا به يرى الحال. قال أخي أبا محمد أنا أخوها الأصغر، أنا الأولى بحمايتها. ما المسك بالإزار وإذا بالحواء تستيقظ عليها السلام. نور عيني حسين حبيبي حسين ماذا تصنع؟ أنا تحت ظل الإزار وأنت واقف في الشمس. جاوبها بخطاب كلمها أصور إليك حبيبي الله يعزك وأسأل الله الأجر للجميع. يقلها يجي فد يوم خويا يجي فد يوم يا زينب تفيلي، يجي فد يوم يا زينب تفيلي
يا ضيلي التخادم يا خويا بس تمري تقول انا اللي خويا انا اللي لك بدوى حياتي انا اللي لك بدوى حياتي والك كل العشيره وكل خواتي مصيبه ونشفت ريجي ولادي خويا يا ريت قبل موتك مماتي هكذا ينقل انها تستخرج قطعه شيئا من جيبها تشمه تضعه بين عينيها ما إن فارقت روحها الدنيا مظلومة مقهورة مغصوبة رحم الله من نادى وسيدته وزينبا ومظلومتها استعلمنا الخبر وإذا بهذه القطعة من قميص أخيها الحسين عليه السلام ملطخة بدمائه ولا تزال كأنها الآن أخذت من دمه الشريف مني راح أخوي وشاف لي وصفه حسين وشاف لي وصفه مني راح العزيز ايش خلط بقلبي حسين وشاف لي والله حسين وشاف لي وصفه يا مني راح العزيز ايش خلط بقلبي مني راح الدهر يا يوم راوالي علي ابويا الدهر يا يوم راوالي من راح عقب امي لفتني الغاضري والله عقب امي لفتني الغايه وإنا إليه راجعون. طيب والله أنفسكم جميعا. الطلب هذا عزيز على الخادم وأسأل الله أن يوفقنا خدمة أتباع المذهب وخدمة أهل البيت عليهم السلام. قصيدة لأخينا الشاعر حافظ مطر المالكي. أسأل الله توفيق الأدباء وتوفيق دورنا فرح بس ما لقينا دورنا فرح دورنا فرح بس ما لقيناه عشنا بلا فرح كل هاي السنين احنا ويا الحزن صرنا فرد يوم بويا فرد يوم ربنا اصحاب ما فارقنا يوم هو يجروح خلت بينا الايام والله هو يجروح خلت بينا الايام ما ايام حسبالك سجاجي
قساوة أعدائنا نضمد يا جرح وجروحنا هواي هواي نضمد جرح قوة يطلع اثنين زمزم نبع فوق خدودنا زمزم نبع فوق خدودنا فوق خدودنا فوق خدودنا اليوم ما ينشف دمع حنبير مو عين ترى ما ينشف دمع حين بير مو عين على كلهن صبرنا وقلنا سهلات على كلهن صبرنا وقلنا سهلات خويا بس جرحك شذب لو قلنا ناسين يا بنوي جرحنا بطولنا من الجدم للراس جرحنا بطولنا من الجدم